رجعنا من الفاصل. دلوقتي اتجوزتي فين؟ في اسكندريه. في اسكندريه. زوجك في قطاع مصرفي؟ يعني كان في قطاع المصرفي، وبس دلوقتي مش في قطاع المصرفي، يعني راح بس شركه. وقت ما اتجوزتوا كان قطاع طبعا قعدت مصرفي. سنين في قطاع مصرفي. الانتقال بقى للقاهره، هل في تنازل من حد؟ يعني بما انكم انتوا الاثنين كنتوا في البنوك، فحد جه على حد ولا جت لا لا ازاي لا بقى؟ خالص، هو كانت يعني بالصدفه، مش بالصدفه في توضيب الشغل، بس كان بالصدفه ان احنا الاثنين في نفس الوقت كان عندنا فرص في القاهره. وقلنا طيب خلاص، يعني كان هو ما بين القاهره واسكندريه. فبدات انا كمان، طب ما انا عندي شغل كان مع المركز الرئيسي، فجت يعني من عند ربنا، يعني ان يعني الوقت كان بتاعنا، كنا مستنيين بس البنات علشان نشوف ننقلهم فين، كلام من ده، بس اه، لا ما حدش جه على حد يعني. الانتقال ده كان فيه مشكله بالنسبه للبنات؟ اكيد طبعا، في اه، الاول كان في تحديات بالنسبه لنا، لان هم عيشتهم كلها ومدارسهم واهلهم، واسكندريه برضو الكوميونتي مختلف شويه، يعني كلنا مع بعض، اماكن مش كتير للتنقل، فعندنا اه، حياه مختلفه شويه. اه. بس الحمد لله عدت، دي كانت اصعب مرحله بالنسبه للبنات، يعني امم. تقريبا ما كانتش الوضع في الشغل يعني في تحديات غير البنات ونقله حياتهم هم كمان. اه. طيب جينا القاهره بقى، نتكلم عن القاهره. جينا القاهرة، ما حسيتش قوي بفرق، يعني غير طبعا الأهل في اسكندرية والكلام ده، وكان والدي الله يرحمه برضه لسه موجود. فكانت دي بالنسبة لنا اللي كانت شوية، بس احنا طبعا كالعادة الاسكندرانية احنا بنقعد في أكتوبر كلنا امم. عشان نبقى قريبين. اه، بالظبط، من الطريق الصحراوي. فكنا طبعا بالظبط كده، فكنا بننزل كل ويك اند نشوف يعني اهالينا وكده. بس ما حسيتش بحاجه، يعني التحديات كانت كلها تحديات شغل العاديه، طبعا ناس مختلفه، ناس جديده برضو، إن طبيعي ان الناس لما حد بيجي لهم من اسكندريه، هو بيبقوا شايفينه برضو الى حد ما مختلف. بس ما خدناش وقت قوي الحقيقه، يعني انا بعتبر ان كل واحد في حياتنا اكيد له معنى، ربنا حاطط ناس. اكيد. بالظبط. لا بالعكس، كانت الوضع يعني مكان كويس جدا بالنسبه لي، وكانت النقله كويسه، اتعلمت حاجات كتير جدا، لان برضو الفروع مختلفه عن المراكز الرئيسيه. اه، بعيدا بقى عن القاهره او اسكندريه، هو بما انه مركز رئيسي، فبرضو التعامل مختلف تماما، والخبره مختلفه، واللي احنا بناخدها مع بعض اكتر بكتير. كان في اي مشاكل مع التيم اللي بتشتغلي معاه، اذا كانوا رجاله او ستات؟ لا خالص، لا يعني. ما كانش بيفرق معاكي اذا كانوا رجاله او ستات؟ لا خالص، لا مش فارق خالص، يعني اولا الستات اداريا، يعني حتى في التيم ورك، لا انا بحب اشتغل مع الستات، يعني ما اه. كانش في مشاكل ما بين الستات امم. والرجاله. بس في بعض التيمز اللي اشتغلت معاهم سيدات، لا طبعا يعني اساتذه يعني يعني. تفضلي تشتغلي طبعا. مع ستات؟ يعني مش عايزه الرجاله يزعلوا، بس يعني لا، ما حسيتش بقى باللي بيتقال عليه ان لا شغل الستات مع بعض مش كويس، مش عارفه، لا خالص بصراحه ما حسيتهاش، بالعكس يعني التيم ورك مختلف تماما.